كان عندي شوية وقت فاضيين فقلت أعمل فنجان قهوة وأفتح الفيسبوك أشوف الدنيا فيها إيه، واتفاجئت إن كل الناس بيتكلموا عن البرمجة وإنك لازم تتعلمها وكمان تعلمها لأولادك، والناس في كل حتة بيرشحوا لبعض إنهم ياخدوا كورسات في أماكن معينة. الحقيقة لقيت الموضوع غريب وكأن البرمجة بقت هي الوظيفة الوحيدة في العالم وكله لازم يتعلمها، ولو ما بقتش مبرمج أو ما اشتغلتش في البرمجة كده أنت مستقبلك ضاع. فاتصدمت بالكلام بصراحة وقلت أنزل أشم شوية هوا نضاف بعيدا عن الهري ده كله، والصدمة الكبيرة إن لقيت حتى عم حسين بتاع الكشك اللي على اول الشارع بيقول لي: ايه يا هندسه، عرفت انك مبرمج؟ ها قبضت بالاخضر ولا لسه؟ حتى انت يا عم حسين. ولهذا السبب عشان عم حسين يتبسط قررت اني اعمل الفيديو ده عشان افهمك الحقيقه كامله وما اخليش حد يضحك عليك ويستغلك ويبيع لك الوهم. والله اعلم، مش ممكن بعد الفيديو ده تقبض بالاخضر. فلو متعرفنيش، انا مصطفى محمد، سوفت وير انجينير شغال في مجال البرمجه من 2020. ولو انت اول مره تشوفني فدي قناه شادو كودنج، بنقدم كورسات ونصايح في مجال البرمجه ان شاء الله تفيدك. قبل ما اقول لك الحقيقه كامله، جهز قهوتك ووريني ضحكتك ويلا نبدا الفيديو. البرمجة لو كانت بتتكلم كانت قالت ارحموني، ده عشان ما سلمتش من كلام الناس عليها وانك ممكن تتعلمها في كام شهر وتبقى مبرمج محترف. في كورس واحد هيلم لك البرمجة كلها في ظرف سنة هتكون مليونير وتلعب بالفلوس لعب. وده طبعا مش صح، وده بيرجع للمعتقدات الغلط اللي خلت ناس كتير قوي تنجرف ورا اوهام ملهاش اي اساس من الصحة بتتباع ليهم بفلوس على هيئة كورسات. وده بيحصل عشان يطلعوا منك بسبوبة حلوة، فتلاقي اللي يقولك انا اعلمك البرمجة في كام شهر وبعدها تنطلق في سوق العمل وتقبض بالدولار. بس هي ما بتحسبش كده يا صاحبي، ما بتحسبش كده يا صاحبي. لان البرمجه مجال مش سهل وعمرها ما هتكون سبوبه وخد الكبيره بقى. البرمجه مجال صعب ومش للجميع، وانت محتاج تعلمه بشكل كويس وتبذل مجهود كبير عشان تقدر تحقق اللي نفسك فيه. وما تخليش حد يضحك عليك، انا مش بحبطك، انا بكلمك من ارض الواقع ومش هسيبك تعيش في اوهام واحلام. يعني عندك نماذج كتيره جدا فيهم اللي اتخرج من كليه بتعلمهم بالبرمجه بحذافيرها، ولما اتخرج مسلكش في المجال وشاف له مجال تاني يشتغل فيه. وفي اللي ما كانش يعرف حاجه عن البرمجه بس كان عنده رغبه ومصمم انه يتعلمها بشكل كويس من مصادر موثوق منها، مش الجماعه اياهم بتوع السبوبه. وكمان دايما كان بيطور من نفسه وفعلا بقى ليه مكان وسط المبرمجين. خد عندك امثله من دي كتير جدا. ده عشان البرمجه عايزه واحد حرك حابب المجال ومستعد يتعلم وعنده قدره يتحمل المسؤوليه المطلوبه منه. وخليني ازيدك من الشعر بيت: البرمجه مجال صحيح زي اي مجال فيه ابس وداونز كتير، الشاطر بس واللي عايز يثبت نفسه ويتميز هو ده اللي هيكمل فيها. وهو صحيح ما يقع مليون مره بس هيرجع يقوم تاني، يوصل بقى للمستوى اللي فعلا يخليه يقبض بالدولار. وده بعد ما يدخل مطحنة سوق العمل بمشاكلها وسلطاتها وبابا غنوجة وكمان يتخطاها. وعشان كل حاجة لها تمن فخليك مستعد عشان تدفع تمن وصولك ده من صحتك أو حياتك. هي دي بقى الشعرة اللي بتفصل بين ما مين عايز يبقى مبرمج حقيقي ومين عايز يضحك عليه ويضيع سنين من عمره في ولا حاجة. فانا مش هقول لك غير القرار في ايدك انت. بص على الوظيفه اللي انت عايز تشتغل فيها من كل الجوانب الخاصه بيها واعرف هي هتتناسب مع قدراتك وشخصيتك وهتقدر تتحمل ولا تشوف غيرها. وما تسيبش نفسك للاوهام اللي بتخلي عينك تلمع اول ما تسمع سيره الدولارات عشان هتتسوح. فانت لازم تكون واعي ومدرك عشان ما يتنصبش عليك وفي الاخر مش هتستفيد اي حاجه. انشف كده وخلي عينك على الطريق الصح المناسب ليك ولامكانياتك. صدقني هتوصل وهتحقق حلمك. انا عارف ان ممكن يبقى كلامي صارم حبتين وغريب بالنسبه لك عشان انت في كل حته شايف ان الناس عماله تبيع لك الوهم وتكذب عليك عشان يعملوا من وراك سبوبه، او ممكن عندهم جهل بالمجال. فانا قلت الحقك من الدوامه دي. بس لو انت فعلا اخترت انك تتعلم برمجه ممكن تبص على الفيديو ده، هياخدك جوله جوه القناه بتاعتنا وهيعرفك الكورسات اللي بنقدمها في مجال البرمجه. وخلي بالك مجانيه 100%، ممكن الفيديو يظهر لك هنا او هنا. وبس كده، ما تستنيش في اللايك الجميل بتاعك وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هسيب لك لينك الفيسبوك والتليجرام ولينكد ان في الديسكربشن بوكس عشان لو حابب تتواصل معايا. ولو انت عايز تدعمني ماديا عشان استمر في تقديم المحتوى المفيد ليك واطور من القناه ضغط وحركات، تقدر دلوقتي تنتسب في القناه او تدعمني عن طريق باي بال، هتلاقيني سيب لك اللينك في الديسكربشن. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع السلامه.